فكر في الملكية، فكر في الحداثة. مولاي الحسن هو الوجه الذي تعده المغرب للمستقبل. ولد في عام 2003، أصبح ولياً للعهد في سن مبكرة ليتولي دورا غارقا في قرون من التاريخ المغربي. هو الابن الأكبر للملك محمد السادس. الاحتفالات العامة، الزيارات الدبلوماسية، الظهور الإعلامي الدقيق. ما الذي يميزه؟ أولاً، الانضباط. لقد تلقى تعليماً صارماً، تدريب عسكري، تدريب مدني، نوعاً الذي يبني الثقة وحضوراً عاماً ثابتاً. ثانياً، الدبلوماسية. لقد التقى بالفعل بقادة العالم ومثل المغرب في الخارج، هذا يشير إلى إعداده للقيادة الدولية. ثالثاً، الحداثة. إنه واعٍ بالتكنولوجيا، يتحدث لغات متعددة، يظهر طاقة شبابية تتواصل مع الشباب المغربي، كونه مرتبط بعمق بالتقاليد، الدين، العادات الملكية، الوحدة الوطنية. هذه محورية لهويتها العامة. من ناحية الشخصية، متزن، جاد، مترويلي سمبهرجن بالهادفا، يتم إعداده ليكون موحدا، سهل الوصول بما يكفي للمواطنين، ومحترم بما يكفي لرجال الدولة. خلاصة القول، تم تشكيل مولاي الحسن كجسر بين ماضي المغرب الغني، مستقبل رقمي غير مؤكد رقبي. إنه ليس بالولادة، إنهم لك قيد التدريب.